اول محاضره معانا في الماسل اوف ذا لور ليمب هنتكلم فيها عن الماسل اللي موجوده في المنطقه بتاعه الجلوتيال ريجون، اللي هي منطقه المؤخره. دي كده الجلوتيال ريجون، ودي الحدود بتاعتها. البدايه بتاعتها بتكون مثلا من عند الالياك كريست كده، لو رسمنا خط عند الالياك كريست تنزل تحت لغايه ما توصل للفولد بتاعه البوتوكس، اللي هي الفولد اللي بيربط الجلوتيوس مع الجزء بتاع الساي، مع الجزء بتاع الفخذ. دي كده المنطقة اللي بقول عليها الجلوتيال ريجون. بلاقي فيها كذا جزء هنا ظاهر او بروزات ظاهرة اتكلمنا عليها قبل كده. بتلاقي عضلة كبيرة هنتكلم عليها اللي هي الجلوتيوس ماكسيمس تبقى موجودة من بره. هتلاقي ايه تاني؟ هتلاقي مثلا الجريتر تروكانتر بتاعت الفيمر تقدر تحسها على الجنب هنا، انت تقدر تحسها، دي حاجات سبكوتينيوس. هتلاقي الجزء بتاع الاسكيال تيوبروسيتي، قلت لك ده الجزء اللي بتقعد عليه. فكذا حاجة، الحاجات دي هنعرفوها بعدين، ما علينا بالجزء ده. انا قلت احدد لك بس ايه هي الجلوتيال ريجون. طب ايه هي المصل اللي موجودة معانا في الجلوتيال ريجون؟ انا قلت لك في الانترودكشن ان دول عبارة عن 10 مصل. حاول تمشي على التقسيمة اللي انا مقسمهم لك بيها عشان الموضوع يبقى سهل معاك وتقدر تحفظهم. العشرة مثل دول هقسمهم ايه؟ هقسمهم 3 و7. التلاتة اول حاجة اسمهم 3 overlapping muscle. يعني تلاتة، يعني كلمة overlapping، كلمة overlapping معناها موجودين فوق بعض. يعني لو شلت الاولى تلاقي تحتيها التانية، لو شلت التانية تلاقي تحتيها التالتة، عشان كده قلت عليهم overlapping، موجودين فوق بعض. ايه هما التلات عضلات الاوفرلابنج دول؟ اول واحدة اسمها الجلوتيوس ماكسيموس. كلمة جلوتيوس عشان الجلوتيال ريجون، عشان المنطقة بتاعت المؤخرة. ماكسيموس معناها اللي أكبر واحدة فيهم. يبقى أول واحدة معاك وأكبر واحدة هي الجلوتيوس ماكسيموس. الجلوتيوس ماكسيموس دي أكبر واحدة، ودي اللي موجودة سوبرفيشال من بره. شلت الجلوتيوس ماكسيموس هتلاقي العضلة التانية تحتيها اسمها جلوتيوس ميدياس، عشان وسط بين الكبيرة وبين الصغيرة، فيبقى اسمها جلوتيوس ميدياس. جلوتيوس ميدياس. هتنزل تحت تشيل الجلوتيوس ميدياس تلاقي مين؟ تلاقي العضلة الصغيرة دي اللي هي الجلوتيوس مينيموس. يبقى انت كده عندك 3 جلوتيوس. جلوتيوس ماكسيموس الكبيرة من بره شلتها هتلاقي الجلوتيوس ميدياس، شلتها هتلاقي الجلوتيوس مينيموس. يبقى دول الثلاث عضلات بتوعك اللي بقول عليهم 3 overlapping muscle، 3 عضلات موجودين فوق بعض. باقي العضلات بسميهم اللاترال روتيتور اوف ذا فيمر او اوف ذا هيب. دول هم اللي هيعملوا لك لاترال روتيشن على مستوى الهيب جوينت، عشان كده قلنا عليهم لاترال روتيتور. فالتجميعة بتاعت الاكشن بتاعتهم هتبقى سهلة. دول عضلات بتكون سمول، دي هنا سمول اند ديب تو ذا جلوتيال ماسل، يعني موجودين تحت الجلوتيال ماسل. شايف لما شلنا الجلوتياس ماكسيمس والجلوتياس ميدياس ظهرت معاك مجموعة من العضلات اللي هي العضلات دي. دول بسميهم ايه؟ دول بسميهم اللاترال روتيتور ماسل. اللاترال روتيتور ماسل بتوع الفيمر. ايه هم العضلات دول؟ تعال نشوفوهم. اول عضله معايا هي عضله اسمها البايريفورمس ماسل، اللي انت شايفها دي شكل عامل زي المثلث، اسمها البايريفورمس ماسل. هتنزل تحت هتلاقي عضله اسمها اوبتريتور انترنس اللي هي في النص دي، اوبتريتور انترنس، اوبتريتور انترنس. هتلاقي فوق الاوبتريتور انترنس عضله اسمها سوبيرور جيميلاس، وتحتيها انفيرور جيميلاس. يبقى احنا قلنا عندنا كده دلوقتي، عندنا بايريفورم، سوبيرور جيميلاس، انفيرور جيميلاس، وبينهم اوبتريتور انترنس. او الاوبتريتور انترنس فوقيها سوبيرو جيميلاس، تحتيها انفيرو جيميلاس. تحت الانفيرو جيميلاس هتلاقي عضله مربعه هنسموها الكوادريتاس فيموريس. الكوادريتاس فيموريس. يبقى ايه هي العضلات اللي موجوده وقلنا عليهم هما اللاترال روتيتور ماسل؟ عندك اول حاجه البايريفورمس في الاوبتريتور انترنس، فوقيها عضله السوبيرو جيميلاس، تحتيها الانفيرور جيميلاس، وتحتيهم خالص هتلاقي الكوادريتاس فيموريس. في واحده بعد كده اللي هي العاشره معانا في الجزء بتاع الجلوتيال ريجون، ولكن مش هناخدوها في اللور ليم، ممكن ناخدوها في الجزء بتاع البلفس. وهي طول ما في اوبتريتور انترنس يبقى اكيد هتلاقي اوبتريتور اكسترنس. يبقى العضله اللي مش معانا او مش هنتكلم على الاوريجن والانسيرشن بتاعها دلوقتي هي عضله الاوبتريتور اكسترنس. يبقى كده عرفنا دول الماسل الاوفرلابنج ماسل، خلاص عرفناهم الثلاثه، وعرفنا اللاترال روتيتور اوف ذا فيمر. هتلاقي هنا نفس الكلام مكتوب، بس هنا كاتب لك 9. ليه؟ لان هو شايل لك الاوبتريتور اكسترنس، مش هنتكلم عليها دلوقتي. دي كده بالنسبة لي التقسيمة بتاعتهم. نبدأ ناخد كل واحدة ونتكلم فيها عن الأوريجين والإنسيرشن، ونتكلم على الأكشن، ونتكلم على النيرف سبلاي في الآخر، نعمل تجميع على كل النيرف سبلاي. أول عضلة معانا هي الجلوتيوس ماكسيمس. دي بيقول لك إن هي the largest muscle in the body. ده أكبر عضلة موجودة في الجسم هي الجلوتيوس ماكسيمس. بتكون موجودة سوبرفيشال من بره، هي أكبر واحدة فيهم موجودة سوبرفيشال من بره زي ما شفناها. هي اللي بتبقى ظاهرة معاك في المنطقة بتاعة البوتوكس، وهي اللي مسؤولة أصلا عن الشكل المدور بتاع البوتوك، سببه الجلوتيوس ماكسيمس. تعال نشوف الاوريجين والانسيرشن بتاعها بتبتدي منين ونهايتها فين. الاوريجين بتاع الجلوتيوس ماكسيمس بيبدأ من 3 حتت.
ايه التلات حتت اللي بيبدأ منهم؟ اول حاجة بياخد الاوتر سيرفيس اوف ذا اليم، ده كده الاليم. قلنا ليها اوتر سيرفيس وانر سيرفيس من جوه. الاوتر سيرفيس كان فيه تلات حاجات مميزين، كنا بنقول عليهم الثري جلوتيال لاين، مهمين دلوقتي. 3 جلوتيال لاين، ليه سميناهم جلوتيال؟ عشان دول بيمسكوا فيهم الماسل اللي هم الجلوتياس ماكسيماس وميدياس ومينيماس. ادي الثري جلوتيال لاين اللي انا كلمتك عليهم. ده واحد كان اسمه بوستيرور اللي موجود من فوق ده، واحد انتيرور او ميدل، هي موجود في النص فسميته ميدل او سميته انتيرور، وواحد من تحت اسمه انفيرور. يبقى بوستيرور انتيرور انفيرور جلوتيال لاين، دول اللي هتمسك فيهم الجلوتيال ماسل. اول واحده معاك اللي هي الجلوتياس ماكسيماس هتمسك فين؟ هتمسك في البوستيرور جلوتيال لاين، يبقى هتمسك بيهايند للبوستيرور جلوتيال لاين. طب هتمسك فين تاني؟ هتروح على السكرم والكوكسيك وتمسك في البوستيرور اسبكت او بوستيرور سيرفيس بتاع السكرم والبوستيرور سيرفيس بتاع الكوكسيك. يبقى دي تاني اوريجين ليها، هتمسك في البوستيرو سيرفيس بتاع الساكرم والكوكسيك. وبعد كده عندك ليجامنت هنا اسمه ساكرو تيوبراس ليجامنت. الليجامنت ده موجود بين مين ومين؟ من اسمه موجود بين الساكرم وبين الاسكيال تيوبريسيتي، بين الساكرم وبين الاسكيال تيوبريسيتي، اسمه ساكرو تيوبراس ليجامنت. ده بتاخد برضو اوريجين منه الجلوتياس ماكسيموس. يبقى الجلوتياس ماكسيموس هتاخد اوريجين من من ثلاث اجزاء. اول حاجه الاوتر سيرفيس اوف ذا اليوم، اهم حاجه تحفظ لي دي، بيهايند بوستيرو جلوتيال لاين، بتاخد من البوستيرو سيرفيس بتاع الساكرم والكوكسيك، وبتاخد من ليجامنت اسمه ساكرو تيوبراس ليجامنت، ساكرو تيوبراس ليجامنت. طب الانسيرشن، رايحه تعمل انسيرشن فين؟ لما تيجي تعمل الانسيرشن بتبدا تتقسم الى جزئين، السوبرفيشال تلات ارباع بتوع المصل والديب ربع. يبقى في الانسيرشن هنقسموها الى سوبرفيشال تلات ارباع وديب ربع. السوبرفيشال تلات ارباع رايح يمسك في حاجه اسمها الاليوتيبيال تراكت، هكلمك عليها دلوقتي. الديب ربع رايح يمسك في تيوبريسيتي، قلنا عليه في الفيمر اسمه جلوتيال تيوبريسيتي لو فاكره. يبقى الديب ربع هيمسك في الجلوتيال تيوبريسيتي، والسوبرفيشال تلات ارباع هيمسك في الاليوتيبيال تراكت. وانا كده كده محضر لك فيديو للجزء بتاع الاوريجن والانسيرشن والاكشن، هتشوفه دلوقتي بعد ما اخلص لك او بعد ما اقولهم لك يعني. عايز دلوقتي بس اكلمك على حاجه اسمها التنسور فاشيالاتا. التنسور فاشيالاتا، ايه هي التنسور فاشيالاتا؟ دي عباره عن ديب فاشيا. طب اتكونت ازاي الديب فاشيا اللي انت شايفها دي؟ ادي الشكل بتاع التنسور فاشيا، قصدي لخبطت معاك. بدل التنسور فاشيالاتا هي الاليو تيبيال تراكت. التنسور فاشيالاتا دي مصر هنعرفوا ايه دورها. الاليو تيبيال تراكت، الاليو تيبيال تراكت ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ديب فاشيا. الديب فاشيا دي اتكونت من تو ماسل، اتكونت من الفاشيا حوالين تو ماسل. اول واحده قلنا عليها اللي هي الجلوتياس ماكسيماس، وتاني واحده اللي انا كنت اغلط واشرحها لك اللي هي التنسور فاشيا لاتا. يبقى عندك في عضلتين كونوا لك الاليوتيبيال تراك. ده الاليوتيبيال تراك ده عباره عن ديب فاشيا بتوصل مين بمين؟ زي ما انت شايف هي بتوصف ايه؟ بتوصل الاليم بتاع البلفس مع التibia، عشان كده سميتها اليوتيبيال تراكت. يبقى دي اللي بتوصل الاليم بالتibia، سميتها اليوتيبيال تراكت. الاوريجين او البدايه بتاعتها بتكون منين؟ بدايتها من الجلوتياس ماكسيماس والتنسور فاشيا لاتا، دول عضلتين هيكونوها. يبقى عضلة اسمها جلوتياس ماكسيموس وعضلة اسمها تنسور فاشيا لاتا، الاتنين دول هيكونوا لك الاليوتيبيال تراكت. عشان ينزل تحت ناحية اللاترال ايبيكوندايل، رايح عند حتة في اللاترال ايبيكوندايل اسمها جيردي تيوبريكل عشان يمسك فيها الاليوتيبيال تراكت. يبقى ده كده بالنسبة للاليوتيبيال تراكت. هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن ديب فاشيا. اتكونت ازاي؟ اتكونت من الفاشيا بتاعت تو ماسل جلوتياس ماكسيموس وتنسور فاشيا لاتا. انهي جزء في الجلوتياس ماكسيموس؟ السوبرفيشيال تلات ارباع. يبقى احنا قسمناها الى جزئين، السوبرفيشيال تلات ارباع بتمسك في الاليوتيبيال تراكت، والديب ربع هيمسك في الجلوتيال تيوبروسيس. حاطط لك هنا جزء اضافي، هو الجزء بتاع البرسة اللي بتبقى موجوده حوالين الجلوتياس ماكسيموس. قلنا كلمه برسة معناه ده عباره عن كيس من الساينوفيال فلويد بيتحط بين المصل والتندون او بين التندون والبون عشان يحميهم من الاحتكاك بينهم وبين بعض، عباره عن ساينوفيال فلويد. هنا هلاقيه فين؟ هلاقيه مثلا موجود بين التندون بتاع التندون اوف انسيرشن اند جريتر تروكانتر، يعني الانسيرشن بتاعها فيه الجلوتيال تيوبريسيتي هيعدي على الجزء ده، وممكن يعدي على اجزاء من الجريتر تروكانتر، فيبقى في بيرسا بين الجريتر تروكانتر وبين التندون بتاعها. بلاقي برضو بين التندون بتاعها وبين عضله تاني هناخدوها جزء من عضله اسمها فاستس لاتراليز، برضو هلاقي عندي الاسكيال تيوبريسيتي هلاقي البيرسا دي. يبقى كده احنا اتكلمنا على الاوريجين بتاع الجلوتياس ماكسيموس، اتكلمنا على الانسيرشن بتاع الجلوتياس ماكسيموس. ايه هو النيرف سبلاي وايه هو
يبقى قلنا الانسيرشن بتاعها ادي الاليوتيبيال تراكت، التلات ارباع السوبرفيشال تلات ارباع رايحين على الاليوتيبيال تراكت، والديب ربع رايح على الجلوتيال تيوبرسيتي بتاعه الفيمر. الاوريجن بتاعهم من ثلاث حتت، البوستيرو جلوتيال لاين، البوستيرو سيرفيس بتاع السكرم والكوكسيك، والساكرو تيوبرس ليجامنت. العضله ان عايزين نعرف النيرف سبلاي بتاعها، العضله اسمها جلوتياس، يبقى النيرف سبلاي اسمه جلوتيال نيرف. انا عندي فيه تو جلوتيال نيرف، في انفيرو جلوتيال نيرف وفي سوبيرو جلوتيال نيرف. الجلوتياس ماكسيمس لوحديها بتاخد الانفيرو جلوتيال نيرف، يبقى الانفيرو جلوتيال نيرف هو النيرف سبلاي بتاع الجلوتياس ماكسيمس. الاكشن بتاعها هتشوفه في الفيديو بشكل احسن من كده، بس لازم تبقى عارف ان الاكشن بتاعها الاساسي هي الاكستنشن، الاساسي ان هي تعمل اكستنشن للهيب جوينت. يبقى مين المين اكستنسور للهيب جوينت؟ هي الجلوتياس ماكسيموس، هي الاساسيه، هي الاكستنسور الاساسي بالنسبه للهيب جوينت، وزي ما هوريها لك في الفيديو بعدين. برضو بتعمل ايه تاني؟ بتعمل المينتين بتاع الني جوينت ان اكستنشن، يعني بتحافظ على الني جوينت اثناء الاكستنشن. ليه؟ لان هي كانت ماسكه في الاليوتيبيال تراكت اللي هو اصلا هيوصل تحت وهيعدي على الني جوينت، فهي بتثبته. كانت بتعمل ايه تاني؟ تعمل لاترال روتيشن، كانت بتعمل اكستنشن اوف ذا ترانك. الحركه دي هتشوفها لو شخص بينزل الجيم، هتلاقي التمرين بتاع السكواتنج ان انت تبقى قاعد وتبدا تقوم، فالحركه دي بتحصل برضو على مستوى الجلوتياس ماكسيمس، بتساعد فيها اللي هي الاكستنشن اوف ذا ترانك. فدول الاكشن بتاعه الجلوتياس ماكسيمس، وهتشوف فيديو ليهم، بس بعد ما اخلص الميدياس والمينيماس هيظهر معاك الفيديو اشرح لك الاوريجن والانسيرشن تاني. تاني واحده معانا هي الجلوتياس ميديا. قلنا دي هنشوفوها امتى؟ هنشوفوها لو شلنا الجلوتياس ماكسيمس. هنشيل الجلوتياس ماكسيمس هنلاقوا العضله شكلها فان شيب عامله زي المروحه، ولو جيت رفعت هتلاقي مين؟ هتلاقي لو رفعت الجلوتياس ماكسيمس هتلاقي الجلوتياس ميدياس. طب ايه الاوريجن بتاعها؟ نفس الفكره، انا كان عندي 3 جلوتيال لاين زي ما قلنا، ادي الجلوتياس ميدياس، كان عندي 3 جلوتيال لاين، كان عندي بوستيرور، كان عندي ميدل، كان عندي انفيرور. اول واحده اللي هي الجلوتياس ميدياس ماكسيمس خدت من البيهايند اوف ذا بوستيرو جلوتيال لاين. طب الميدياس هتاخد منين؟ الميدياس هتاخد من المسافة اللي موجودة بين البوستيرور جلوتيال لاين وبين الميدل جلوتيال لاين. يبقى بوستيرور جلوتيال لاين والميدل جلوتيال لاين، المسافة اللي بين الاتنين دول. دي أهم حاجة تحفظها وتفهمها، إن عندك behind the posterior gluteal line الماكسيمس، بين البوستيرو جلوتيال لاين وبين الميدل جلوتيال لاين هتلاقي مين؟ هتلاقي الميدياس، وبالتالي لما تاخد المينيمس هتلاقيها بين الميدل وبين الانفيرور. يبقى بالانسيرشن بتاعها رايح فين؟ رايح على الجزء بتاع الجريتر تروكانتر اللي احنا خدناه في الفيمر. الجريتر تروكانتر بتاع الفيمر هنبدأ نقسموه ونشوفوا ايه المصل اللي بتروح له، لان في كذا مصل هتروح للجريتر تروكانتر. المصل دي اللي هي الجلوتيوس ميدياس بتروح على اللاترال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر، زي ما انت شايف هي رايحه على اللاترال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر، رايحه ناحيه اللاترال، ده تعتبر الناحيه البوستيرور، ولو من قدام فتعتبر الناحيه الانتيرور، لا اللي هي بتروح ناحيه اللاترال بتاع الجريتر تروكانتر. يبقى النيرف سبلاي الانسيرشن قصدي اللاترال سيرفيس اوف ذا جريتر تروكانتر. طب بالنسبه للنيرف سبلاي، احنا قلنا ان الجلوتيوس ماكسيمس دي العضله الكبيره، فهتاخد نيرف لوحديها اللي هو الانفيرور جلوتيال نيرف، والميدياس والمينيماس هوزع عليهم نيرف هما الاتنين مع بعض يتسلوا فيه اللي هما السوبيرو جلوتيال نيرف. يبقى عندي الجلوتيوس ماكسيمس بتاخد من نيرف اسمه انفيرور جلوتيال نيرف، طب الجلوتيوس ميدياس بتاخد من السوبيرور جلوتيال نيرف. طب ايه الاكشن بتاعهم؟ الاكشن بتاعهم هما الاثنين الجلوتيوس ميدياس والمينيماس هيحفظهم مع بعض، بيعملوا ابدكشن وميديال روتيشن. طب ازاي الابدكشن بتحصل؟ ازاي الحاجه لما تكون او الماسل لما تكون معديه فوق الجوينت، فوق الهيب جوينت هنا مثلا هتعمل ابدكشن. اتخيل زي ما قلت لك ان انا بحرك الانسيرشن ناحيه الاوريجين، وده كده الانسيرشن ده كده الاوريجين، هبدا اسحبها ازاي؟ هبدا اسحبها كده لفوق، يبقى انا لما اسحب الفيمر كده لبره يبقى انا كده بعمل ابدكشن. نفس الفكره عشان في فايبر موجوده من قدام او رايحه ناحيه اللاترال او انتيرور، زي لما اتكلم على الجلوتيوس مينيمس هتعمل لك حاجه اسمها ميديال روتيشن، وهتشوفها هتظهر لك احسن في الشكل بتاع الانيميشن. لما تشوف الانيميشن اللي انا عامله لك هتلاقيه اسهل. اخر واحده معانا هي الجلوتيوس مينيمس، موجوده فين؟ موجوده ديب تو ذا جلوتيوس ميدياس، تحت الجلوتيوس ميدياس. طالعه منين؟ زي ما قلت لك الموضوع سهل، البوستيرو جلوتيال لاين ده بطلع لك الجلوتيوس ماكسيمس، بين البوستيرور والانتيرور او بين البوستيرور والميدل هيطلع لك الجلوتيوس ميدياس، بين الميدل والانفيرور بين الميدل في الاوتر سيرفيس اوف ذا اليم، بين الميدل والانفيرور جلوتيال لاين هيطلع الجلوتيوس مينيمس. يبقى الاوريجن بتاعها من الاوتر سيرفيس اوف ذا اليم بين الميدل اند انفيرور جلوتيال لاين. طب رايحه تعمل انسيرشن فين؟ برضو رايحه على الجريتر تروكانتر، ولكن هنا رايحه من قدام الانتيرو سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر، زي ما انت شايف هي لفه من قدام. الجلوتيوس ميدياس كانت رايحه فين؟
كانت رايحة على اللاترال سيرفيس اوف ذا جريتر تروكانتر. طب النيرف سبلاي احنا عارفينه، هما الاتنين بياخدوا عن طريق السوبيرور جلوتيال نيرف. الاكشن هما الاتنين بيعمل ابدكشن وميديا روتيشن، فموضوع سهل بتوع الجلوتياس ميدياس والمينيماس تحفظهم بسهولة. زي ما قلنا هما بيعمل اكشن اللي هو الابدكشن والميديا روتيشن، والنيرف سبلاي بتاعهم مشترك سوبيرور جلوتيال نيرف، والانسيرشن بتاعهم هما الاتنين في الجريتر تروكانتر، واحدة ناحية اللاترال ومجمعهم لك هنا. يعني في اللاترال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر هتلاقي الميدياس، في الانتيرور سيرفيس هتلاقي المينيماس. عايزك تبص على الشكل اللي جابالك ده، شكل مهم او جزء مهم، هو هنا مش شارحهولك، بس جايب لك الصورة بتاعته، احنا عايزين نشرحه. لو جينا بصينا على الجزء اللي جابالك ده بيوضح لك الاكشن اللي بتساعد فيه العضلتين اللي احنا قلنا عليهم، اللي هما الجلوتياس ميدياس والجلوتياس مينيماس. الاتنين دول بس بيعملوا حاجة، هو والشخص بيمشي اثناء الووكينج during walking بيعملوا ايه؟ بيعملوا استابلايز للبلفس، يعني بيثبتوا البلفس في المكان بتاعه. طب ده بيحصل ازاي؟ لما يجي الشخص يقف على رجل واحدة، بص كده على الشخص على حالة النورمال، ده شخص نورمال واقف على رجل واحدة، دي اللي هي الرجل الشمال بتاعته، واقف على الرجل الشمال. تيجي العضلات بتاعة الجلوتياس ميدياس والجلوتياس مينيماس لما يقف على رجل واحدة، العضلات دي تبدأ يحصل لها كونتراكشن عشان تثبت لك البلفس في مكانها، فتمنع ايه؟ فتمنع حاجة اسمها التايلت اوف ذا بلفس تو unsupported side، يعني تمنع ان البلفس يوقع ناحية اليمين، يبقى هي هتثبته مكانه. لما يجي يرفع رجله، رجل تبقى على الارض والرجل التانية فوق. دي بتحصل امتى؟ دي بتحصل هو والشخص بيمشي اثناء المشي، بتحصل انت بتحط رجل والرجل التانية بتبقى مرفوعة من على الارض. فلو الشخص ده حصل عنده مشكلة في الجلوتياس ميدياس او الجلوتياس مينيماس، حصل فيهم باراليسيس، ما بيجيش يحصل فيهم كونتراكشن، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الشخص ده اول ما يجي يرفع رجله الشمال، هو المفروض الجلوتياس ميدياس والجلوتياس مينيماس يمنع ان هو يميل ناحية اليمين، هتلاقي دول حصل فيهم باراليسيس زي ما قلنا، فبتلاقي الشخص بيميل ناحية اليمين. الحالة دي بسميها بوزيتيف تريندربيرج ساين. حتة مهمة، يبقى دي معناها ايه؟ بمعناها لو الشخص ده وقف على رجل واحدة، ايه اللي هيحصل؟ لو وقف مثلا على رجله الشمال زي ما انت شايف في الصورة، في النورمال الجلوتياس ميدياس والجلوتياس مينيماس هينقبضوا ويعملوا ستابلايزيشن للبلفس، هيثبتوا لك البلفس ويمنع ان هو يوجع على الناحية الانسبورتد، على الناحية اللي مرفوعة من على الارض، كأنهم بيشدوا الناحية دي بيخلوه متوازن. لو هم حصل فيهم باراليسيس او حصلت اصابة للانجري في السوبيرو جلوتيال نيرف اللي راح يغذيهم، هيحصل باراليسيس للجلوتياس ميدياس والجلوتياس مينيماس. هتلاقي الشخص ده كل ما يمشي يرفع رجله من على الارض، يرفع رجله يحط رجله اليمين، يحط رجله الشمال على الارض ويرفع رجله اليمين، تلاقي ايه اللي يحصل؟ يحصل له دروبنج ناحية اليمين. فسميتها دي بوزيتيف تريندربيرج ساين، وده جزء مهم يعني في حتة الإصابة بتاعة السوبيرو جلوتيال نيرف والجلوتياس ميدياس والجلوتياس مينيماس، بتعمل حاجة اسمها التريندربيرج ساين. دي كده ملحوظة مهمة بالنسبة للميدياس والمينيماس. حاطط لك هنا العضلة بتاعة التنسور فاشيالات اللي انا شرحتها لك مع الاليوتيبيال تراكت، قلت لك في حاجة اسمها الاليوتيبيال تراكت، ده عبارة عن ديب فاشيا نازل ويربط بين الاليم، بين العظام بتاعة البلفس او الهيب بون مع التيبيا. اتكون الاوريجين بتاعه من الفاشية بتاعة الجلوتياس ماكسيماس وعضلة تانية اسمها التنسور فاشيا لاتا، هي دي المصل اللي هنتكلم عليها اللي هي التنسور فاشيا لاتا. طب دي بدايتها منين؟ بدايتها او بداية التنسور فاشيا لاتا من النهاية اللي هي الاوتر ايدج بتاعة الالياك كريست. احنا عارفين ان في الاليم في فوق، من فوق في الاليم زي ما شرحت لك في الجزء بتاع البون الياك كريست، هتلاقي النهاية بتاعته الاوتر ايدج بتاعته هتطلع الاوريجين بتاع التنسور فاشيا لاتا. طب رايح انسيرشن فين؟ احنا عرفنا الانسيرشن بتاعه في الاليوتيبيال تراكت، مع مين؟ مع الجلوتياس ماكسيمس. النيرف سبلاي بتاخد نفس النيرف سبلاي بتاع الجلوتياس ميدياس والجلوتياس مينيماس اللي هو سوبيرو جلوتيال نيرف. يبقى انت كده ممكن تعمل تجميع، ايه الماسل اللي بتاخد عن طريق السوبيرو جلوتيال نيرف؟ هتقول له الجلوتياس ميدياس، الجلوتياس مينيماس، والتنسور فاشيالاتا، دول ثلاثة ماسل بياخدوا عن طريق السوبيرو جلوتيال. طب ايه الاكشن بتاعتها؟ الاكشن بتاعتها ان هي تشد لك التنسور فاشيالاتا. لما تشد لك التنسور فاشيالاتا تعمل لك ايه؟ اول حاجه هي بتساعد الجلوتياس ماكسيمس في الاكستنشن، وزي ما قلنا هي بتثبت البلفس بالجزء بتاع التibia والفيمر وتنقل لك الوزن بتاع الجسم. يعني هو الوزن بتاع الجسم لو مثلا متحمل على الجزء بتاع الحوض، تبدأ هي تنقله للجزء بتاع التibia، يتحمل اكتر على التibia وتحمل اكتر على الفيمر. واحنا برضو سميناها تنسور فاشيالاتا ليه؟ عشان هي بتعمل تنشن، يعني بتشد لك الاليوتيبيال تراكت. كده احنا خلصنا مين؟ خلصنا التلاتة اوفرلابنج ماسل، جلوتياس ماكسيمس، جلوتياس ميدياس، جلوتياس مينيمس، وخدنا معاهم التنسور فاشيالاتا واتكلمنا على الاليوتيبيال تراكت. اول مجموعه من المصل هنتكلم عليها في اللور ليمب هي المصل اللي موجوده في الجلوتيال ريجون. احنا قلنا في الشرح ان في قد ايه مصل في الجلوتيال ريجون؟ في حوالي 10 مصل.
قسمناهم ان في 3 اوفرلابنج ماسل، يعني 3 عضلات قاعدين فوق بعض، تشيل عضله تلاقي التانية، تشيل عضله تشيل التانية تلاقي التالتة، ودول سميتهم 3 اوفرلابنج ماسل، اللي هم كانوا العضله الكبيره اللي ظاهره قدامك دي هي الجلوتيوس ماكسيموس. لو جينا شلنا الجلوتيوس ماكسيموس هتلاقي وراها مين؟ هتلاقي وراها الجلوتيوس ميديوس. لو شلت الجلوتيوس ميديوس هتلاقي وراها الجلوتيوس مينيموس. يبقى دول 3 عضلات اوفرلابنج، 3 فوق بعض، جلوتيوس ماكسيموس، وبعد كده في ميديوس، وبعد كده في مينيموس. وقلنا في عضلات بسميها اللاترال روتيتور اوف ذا فيمر، العضلات اللي هتعمل لاترال روتيشن، وقلنا دول عضلات سمول وديب موجودين. لو جيت شلت العضلات بتاعت الجلوتيوس ماكسيمس والميدياس هتلاقيهم ظهروا معاك. ايه هم العضلات دول؟ قلنا اول حاجه عندي البايريفورمس، دي اسمها البايريفورمس ماسل، البايريفورمس ماسل. عندك بعد كده في عضله موجوده في النص هنا طالعه من الاوبتريتور فورامين اسمها الاوبتريتور انترنس، دي كده اسمها الاوبتريتور انترنس. لو جيت بصيت فوق الاوبتريتور انترنس هتلاقي عضله اسمها السوبيرور جيميلاس، سوبيرور جيميلاس. تحت الاوبتريتور انترنس هتلاقي عضله اسمها الانفيرور جيميلاس. يبقى انت عندك اوبتريتور انترنس، فوقيها سوبيرور جيميلاس، تحتيها انفيرور جيميلاس. اخر عضله معاك هنا عضله اسمها الكوادريتاس فيموريس، عضله اسمها الكوادريتاس فيموريس. تعال نمسكهم عضله عضله ونتكلموا على الاوريجن والانسيرشن بتاع كل واحده فيهم. اول واحده معانا هي الجلوتيوس ماكسيموس. ايه الاوريجن والانسيرشن بتاع الجلوتيوس ماكسيموس؟ ده كده الشكل بتاع الجلوتيوس ماكسيمس. تعال نشوفه الاوريجين والانسيرشن بتاعها. قلنا الاوريجين كان ليه 3 اوريجين والانسيرشن 2 انسيرشن. الاوريجين بتاعها فين؟ اول اوريجين ليها طالعه من البوستيرور جلوتيال لاين. احنا قسمنا الجزء بتاع اسمه ده الاوتر سيرفيس بتاع الإليم، قلنا في المحاضرة بتاعة البون إن هو يحتوي على 3 جلوتيال لاين، واحد بوستيرور موجود من فوق، واحد موجود في النص اللي هو الانتيرور، وتحتيهم اللي موجود في الآخر هو الانفيرور، ودول اللي هيطلع منهم العضلات بتاعة الجلوتيوس ماكسيموس وميديوس ومينيموس. بالنسبة للجلوتيوس ماكسيموس هي بتطلع من اللي فوق اللي هو البوستيرور جلوتيال لاين، يبقى هي موجودة behind بوستيرور جلوتيال لاين، الجزء بتاع الإليم behind بوستيرور جلوتيال لاين. طب الانسيرشن الاوريجين التاني بتاعك فين؟ الاوريجين التاني بتاعك واخدة من السكرم، واخده من الجزء بتاع السكرم والكوكسيك، البوستيرو سيرفيس بتاع السكرم والكوكسيك. ادي الكوكسيك وادي اللي فوق دي هي السكرم، يبقى واخده من البوستيرو سيرفيس بتاعهم، البوستيرو سيرفيس بتاع السكرم والبوستيرو سيرفيس بتاع الكوكسيك. وبتاخد من ليجامنت تاني اسمه ساكرو تيوبراس ليجامنت. الليجامنت ده اسمه ايه؟ الليجامنت ده اسمه ساكرو تيوبراس ليجامنت، ساكرو تيوبراس ليجامنت. يبقى كده في 3 اوريجين، 3 اوريجين بالنسبه لي الجلوتيوس ماكسيموس. بتاخد اول حاجه من الاوتر سيرفيس بتاع الاليوم ورا او تحت الجلوتيال، البوستيرو جلوتيال لاين. بتاخد من البوستيرو سيرفيس بتاع السكرم والكوكسيك، وبتاخد من ليجامنت اسمه ساكرو تيوبراس ليجامنت. ده ليجامنت موجود بين الاسكيال تيوبريسيتي وبين، زي ما انت شايف من اسمه ساكرو يبقى رايح للسكرم، بين السكرم وبين الاسكيال تيوبريسيتي اهو، ده الساكرو تيوبراس ليجامنت. طب رايح هتعمل انسيرشن فين؟ احنا قلنا الانسيرشن هنقسموها 3/4 سوبرفيشال 3/4 وديب ربع. السوبرفيشال 3/4 رايح يعمل انسيرشن في حاجه اسمها اليوتيبيال تراكت، هنتكلموا عليها الاليوتيبيال تراكت وهنشرحوها. راح تعمل انسيرشن في اليوتيبيال تراكت. طب الديب ربع رايحه على التيوبريسيتي اللي احنا قلنا عليه جلوتيال تيوبريسيتي موجود فيه الفيمر. يبقى الديب ربع اللي انت شايفه ده، الربع اللي انت شايفه ده رايح على الجلوتيال تيوبروسيتي بتاعت الفيمر. السوبرفيشال 3/4 هيروح فين؟ هيروح على حته اسمها اليوتيبيال تراكت. طب ايه الاكشن اللي بتعملها لك؟ قلنا اهم اكشن ان هي تعمل اكستنشن، ده هي المين اكستنسور للهيب جوينت. ده كده شكل الهيب اكستنشن، انك تسحب رجلك لورا. سيبك من العضلات بتاعت الصاي، خلينا دلوقتي في العضله دي اللي هي الجلوتيوس ماكسيمس، وشوف هي بتتحرك ازاي عشان تعمل لك الاكستنشن. بص معايا في الرسمه دي عشان هنتكلموا عليها. احنا قلت لك السوبرفيشال 3/4 بيمسكوا فين؟ بيمسكوا في حاجه اسمها اليوتيبيال تراك. ده هو الاليوتيبيال تراك. هنعرف ان هو عباره عن فاشيه اتكونت بس ربطت بين مين ومين؟ ده ربطت فوق من الجزء بتاع الاليم، عشان كده سميناها اليو، لغايه ما نزلت تحت عند التibia في اللاترال كوندايل بتاع التibia واللاترال ايبي كوندايل بتاع التibia. هنعرفه هو هنتكلم عليه اللي هو بقول عليه الاليوتيبيال تراكت من اسمه، ده اللي بيربط بين الاليم وبين التibia. قلنا ايه اهميته؟ اهميته ان المصل اللي هي الجلوتيوس ماكسيمس بتمسك فيه. وفي عضله تانية هنتكلم عليها اسمها تنسور فاشيا لاتا، تنسور فاشيا لاتا. الاتنين دول بيمسكوا فيه
الاليوتيبيال تراكت. يبقى عندك التنسور فاشيا لاتا دي ماسل برضو، وعندك الجلوتيوس ماكسيمس، هما الاثنين بيمسكوا في الاليوتيبيال تراكت. عشان نبقوا فاهمين ايه هو الاليوتيبيال تراكت. الاليوتيبيال تراكت ده بيعمل ايه؟ ده بيربط لك الجزء بتاع البلفس مع الجزء بتاع التibia، ويثبت لك البلفس ويثبت لك التibia ويثبت لك الفيمر. وفي حركه بتحصل عليه اللي هي حركه الهيب ابدكشن واللاترال روتيشن، بيساعد فيها عشان ماسك في التنسور فاشيا لاتا، او عشان ماسك قصدي في الاليوتيبيال تراكت. سيبك دلوقتي من الجزء ده، وخلينا نعرف بس ان الجلوتيوس ماكسيمس هي المين اكستنسورز. شفنا الحركه بتاعه الاكستنشن على مستوى الهيب جوينت. نسيب الماكسيمس وندخل على الميدياس. ادي الميدياس، شلنا الماكسيمس هتلاقي الميدياس ظهرت معاك. طب ايه الاوريجين والانسيرشن بتاع الميدياس؟ سهله، احنا قلنا عندنا كام لاين؟ عندنا 3 لاين: بوستيرور جلوتيال لاين، انتيرور جلوتيال لاين، وانفيرور جلوتيال لاين. الجلوتيوس ميدياس بتبدا في الاوتر سيرفيس اوف ذا اليوم، هو اللي هو السيرفيس اللي من بره اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو فيه الثلاثه لاين. هي واخده كده ببساطه بين البوستيرور وبين الميدل. يبقى واخده بين البوستيرور وبين الميدل، بين البوستيرور وبين الميدل، الحته من المنهج بالاحمر اللي من فوق دي. ده هو الاوريجين بتاع الجلوتيوس ميدياس. طب رايح يعمل انسيرشن فين؟ زي ما انت شايف هو رايح على الجريتر تروكانتر بتاع الفيمر. ده كده الجريتر تروكانتر. رايح في انهي ناحيه؟ ده في اللاترال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر. زي ما انت شايف هي بتظهر معاك من الناحيه اللاترال، اللاترال سيرفيس اوف ذا جريتر تروكانتر. يبقى تاني البدايه بتاعت العضله بتكون عند بين البوستيرور جلوتيال لاين والانتيرور جلوتيال لاين، او الميدل جلوتيال لاين. الانتيرور هو الميدل. رايح هتعمل انسيرشن فين؟ رايح هتعمل انسيرشن في اللاترال سيرفيس بتاع الجلوتيال بتاع الجريتر تروكانتر اللي خدناه في الفيمر. هنشيله الجلوتيوس ميدياس، هنلاقوا تحتيها مين؟ هنلاقوا تحتيها الجلوتيوس مينيمس. تعال نتكلم على الاوريجين والانسيرشن بتاع الجلوتيوس مينيمس. بتبدا منين؟ الجلوتيوس مينيمس زي ما انت شايف بتاخد التو لاين اللي فاضلين. احنا قلنا الميدياس كانت بين البوستيرور جلوتيال لاين والميدل جلوتيال لاين. هنا هتاخد بين الميدل وبين الانفيرور. يبقى الجلوتيوس مينيمس هتاخد اخر خطين بين الميدل وبين الانفيرور جلوتيال لاين. طب الانسيرشن رايحه فين؟ رايحه برضو تعمل انسيرشن في الجريتر تروكانتر. في انهي حته؟ في الناحيه الانتيرور. زي ما انت شايف ادي الانتيرور بارت اوف ذا جريتر تروكانتر، يبقى الانتيرور سيرفيس اوف ذا جريتر تروكانتر. اما الجلوتيوس ميدياس هي اللي باللون الازرق ده، هي اللي الانسيرشن بتاعها باللون الازرق، كانت رايحه تعمل انسيرشن في اللاترال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر. يبقى واحده في الانتيرو سيرفيس اللي هي الجلوتيوس مينيمس، واحده في اللاترال سيرفيس اللي هي الجريتر اللي هي الجلوتيوس ميدياس. بالنسبه للاكشن بتاعهم هما الاثنين، واحده بتعمل ابدكشن اوف ذا ساي، يعني هما الاثنين بيعملوا الحركه دي اللي هنشوفوها دلوقتي، الابدكشن اوف ذا ساي والميديال روتيشن. طب ازاي بتحصل؟ احنا عايزين نحفظوا مع العضلتين دول حركتين، قلنا هي واحده تعمل او الاثنين هيعملوا ابدكشن اوف ذا ساي وهيعملوا ميديال روتيشن. طب ازاي؟ ان انت عندك الحاجات اللي هتعمل ابدكشن دي الحاجات اللي هتعدي فوق الجوين. يعني ده ادي الاوريجين وادي الانسيرشن، ده كده الاوريجين وده كده الانسيرشن. تعالى حرك الانسيرشن ناحيه الاوريجين، هتلاقي نفسك طول ما هي موجوده فوق الجوينت نفسه هتلاقي نفسك بتسحبها لفوق. لما تسحب الساي كده لفوق هتعمل ايه؟ هتعمل لك الابدكشن، حركه الابدكشن. ممكن يحصل ايه تاني؟ طول ما هي في فايبر زي ما قلنا معديه قدام الجوينت، فدي تعمل ايه؟ فدي تعمل لك ميديال روتيشن. لو جيت سحبت كده الانسيرشن ناحيه الاوريجين هيعمل لك ميديال روتيشن. يبقى كده ببساطه الجلوتيوس ميدياس والجلوتيوس مينيمس الاثنين هيعملوا الحركتين دول، احفظهم مع بعض: الابدكشن والميديال روتيشن. ده كده الشكل بتاع الهيب ابدكشن. شوفوا بيحصل ازاي. مين اللي بتتحرك معاك دي؟ اديك بتسحب الفيمر لبره. مين اللي بتتحرك معاك دي؟ هي الجلوتيوس ماكسيمس. ولو بصيت كمان هتلاقي تحتيها، يعني لو اخفيت لك دي هتلاقي تحتيها مين؟ ادي الجلوتيوس مينيمس. هما الاثنين بيعملوا نفس الحركه. الحركه التانية اللي قلت لك عليها ان هما بيعملوها هي الهيب ميديال روتيشن. شوف كده ادي الميديال روتيشن بتاع الهيب. نركز في الحركه بتحصل ازاي. بسبب مين؟ بسبب الانتيرور فايبر. اديك شايفها الانتيرور فايبر بتاع الجلوتيوس مينيمس بالذات. اي انتيرور فايبر هتبدا تسحبها وتخليها تعمل ميديال روتيشن، ميديال روتيشن للهيب عن طريق الجلوتيوس ميدياس والجلوتيوس مينيمس. دول الاكشن بتاعهم ابدكشن وميديال روتيشن، دول الاساسيين. العضله اللي اتكلمنا عليها بعد كده هي العضله بتاعه التنسور فاشيا لاتا. قلنا دي موجوده فين؟ دي التنسور فاشيا لاتا، ودي عضله هي مع الجلوتيوس ماكسيمس هما الاثنين بيمسكوا في الجزء ده اللي بقول عليه الاليو تيبيال تراكت. وشرحته لك قلت لك ده اللي ماسك الاليام فوق، الاليا كريست، مع الجزء بتاع التيبيا تحت. اتكون ازاي؟ اتكون عن طريق عضلتين: التنسور فاشيا لاتا والجلوتيوس ماكسيمس. التنسور فاشيا لاتا بدايتها فين ونهايتها فين؟ ادي الشكل بتاع
التنسور فاشيالاتا. قلنا البداية بتاعتها فوق واخدة الاوريجين بتاعها من الالياك كريست، الاوريجين بتاعها من الاوتر بارت اوف ذا الياك كريست، ده كده الاوتر بارت اوف ذا الياك كريست. لو جيت بصيت بعد كده تنزل عشان تروح تعمل انسيرشن فين، هتعمل انسيرشن في الجزء ده اللي هو الاليوتيبيال تراكت، الانسيرشن بتاعها في الاليوتيبيال تراكت اللي رايح للتibia. طب ايه الفايدة بتاعتها بقى، ايه الاكشن اللي هتعمله التنسور فاشيالاتا؟ هي بتساعد مع الجلوتيوس ماكسيموس في الحركة بتاعة الاكستنشن. احنا قلنا الجلوتيوس ماكسيموس كانت مسؤولة عن الاكستنشن بتاع الهيب، ده المين اكستنسور هي الجلوتيوس ماكسيموس، هي بتساعد معاها فيها، زائد ان هي زي ما انت شايف هي رابطة البلفس بالفيمر بالتibia، فهي مثبته لك البلفس ومثبته لك الفيمر، وبتساعد في نقل الوزن زي ما قلنا بين الفيمر، بين البلفس وبين الفيمر والتibia. دول كده التلاتة ماسل الاوفرلابنج اللي هم التلاتة جلوتيال ماسل. وبعد كده خدنا التنسور فاشيالاتا. ندخل بعد كده على مجموعة المسل اللي احنا قلنا عليهم دول اللاترال روتيتور مسل، عشان هناخده ان الاكشن بتاعهم كلهم بيعمل لاترال روتيشن، يبقى دي تجميعة مهمة، كلهم بيعملوا لاترال روتيشن، فقلنا عليهم لاترال روتيتور مسل. اول واحدة معانا قلنا هي البايريفورمس. عبارة عن البايريفورمس؟ عضلة مثلثة زي ما انت شايف. بدايتها منين او الاوريجين بتاعها منين؟ الاوريجين بتاعها من السكرم نفسه، ولكن الانتيرو سيرفيس بتاع السكرم مش البوستيرو سيرفيس، الانتيرو سيرفيس اوف ذا سكرم. مش عارف ظاهره معايا في الصوره اللي فوق ولا لا؟ مش ظاهره، بس احنا لو شلنا الجزء بتاع التندون ده هتلاقيها ظاهره معاك ان هي ماسكه في الانتيرور سيرفيس بتاع السكرم، يعني السكرم من قدام مش من ورا، يبقى ماسكه في الانتيرو سيرفيس. انا هوريها لك برضو، ماسكه في الانتيرو سيرفيس اوف ذا سكرم. انهي جزء من السكرال؟ ماسكه في السكند والثيرد سكرال بيسز، السكند والثيرد وفورد، يعني 2 و3 و4 سكرال فيرتبري. طب رايحه تعمل انسيرشن فين؟ هي برضو رايحه على الجريتر تروكانتر، يبقى كده في خدنا الجلوتيوس ميدياس رايحه على الجريتر تروكانتر ولكن رايحه ناحيه اللاترال، خدنا الجلوتيوس مينيمس رايحه على الجريتر تروكانتر ولكن رايحه في الانتيرور سيرفيس. وادي معاك البايرفورم برضو رايحة على الجريتر توركانتر، بس رايحة على انهي جزء ده؟ رايحة على الابر بوردر بتاعة الجريتر توركانتر، التيب بتاعة الابر بوردر اوف ذا جريتر توركانتر. النيرف سبلاي هي طالعة منين؟ طالعة من السكرال، يبقى هتاخد النيرف سبلاي من السكرال مباشرة، السكرال نيرف مباشرة، اس 1 اس 2، يبقى النيرف سبلاي بتاعها اس 1 اس 2 من السكرال النيرف. ايه الاكشن اللي بتعملها؟ احنا قلنا المجموعة دي اسمها لاترال روتيتور، يبقى هيعملوا لاترال روتيشن، وبرضه بيساعدوا في الابدكشن ات ذا هيب جوينت عشان هما موجودين زي ما قلنا فوق الجوينت نفسه. دي كده البايريفورمس. العضله اللي بعديها قلنا هي الاوبتريتور انترنس، الاوبتريتور انترنس ماسل. موجوده فين الاوبتريتور انترنس؟ قال لك ديفان شيبد ماسل، موجوده جزء منها في البلفس. بدايتها منين ونهايتها فين؟ بدايتها ادي الاوبتريتور انترنس، بدايتها من الجزء اللي احنا قلنا عليه ده. احنا قلنا في حاجه اسمها اوبتريتور فورامين، الاوبتريتور فورامين ده بلاقي عليه ممبرين، والجزء بتاع البون المحيط بيه الانر سيرفيس. انا اسف والله على اللخبطه دي، بس انا عندي بسجل بعد الفجر وصايم وبحاول اخلص بسرعه عشان الكميه اصلا كبيره. المهم ان هي واخده الانر سيرفيس بتاع الاوبتريتور ممبرين او البلفيك سيرفيس بتاع الاوبتريتور ممبرين والبون اللي حواليه. يعني لو ده كده الاوبتريتور ممبرين، هي واخده الاوريجين بتاعها منه ومن الجزء بتاع البون اللي موجود حواليه. طب رايحه تعمل انسيرشن فين؟ مهم، هي رايحه تعدي في الجريتر سياتيك نوتش، الليسر سياتيك نوتش، اسف، بتعدي في الليسر سياتيك نوتش. البايريفورم بتعدي في الجريتر سياتيك نوتش، يبقى انت تكتب كده ان البايريفورم دي تجميع برضو بتعدي في الجريتر سياتيك نوتش، اما الاوبتريتور انترنس بتعدي في الليسر سياتيك نوتش، يبقى تكتبها كده الاوبتريتور انترنس ليسر سياتيك نوتش، اما البايريفورم هي اللي بتعدي في الجريتر سياتيك. ماشي، بعد ما تعدي في الليسر سياتيك نوتش هتروح تعمل انسيرشن فين؟ هتعمل انسيرشن في الابر بوردر اوف ذا جريتر تروكانتر اوف ذا فيمر، نفس مين اللي احنا لسه متكلمين عليها اللي هي البايريفورم، ولكن البايريفورم كانت في الابيكس بتاعة الابر بوردر، دي رايحة على الميديال سيرفيس اوف ذا ابر بوردر، اهي الميديال سيرفيس اوف ذا ابر بوردر، دي كانت رايحة على الابيكس بتاعة الابر بوردر. وده برضو حطيتها لك فوق في التجميع اللي احنا قلنا عليها، تجميعة الجريتر تروكانتر اهم. الابر بوردر هتبدا تقسمه، لو انت في التب فانت البايريفورمس، لو انت في الميديال سيرفيس فانت معاك الاوبتريتور انترنس.
النيرف سبلاي هي بتاخد نيرف سبلاي من اسمها نيرف تو اوبتريتور انترنس، يبقى النيرف سبلاي طالع من الساكرال بليكسس اسمه نيرف تو اوبتريتور انترنس. ايه الاكشن بتاعها؟ احنا قلنا كلهم اسمهم لاترال روتيتور، يبقى هيعملوا لاترال روتيشن. شوف لو مشيت على التجميعات اللي انا قلت لك عليها هتلاقي الموضوع سهل معاك في حته الاكشن. حته النيرف سبلاي برضه عامل لك تجميع عليه حلو، هتلم لك الجزء بتاع الجلوتيوس ماسل ده بسهوله. بعد الاوبتريتور انترنس عندك عضلتين تاني، واحده اسمها السوبيرو جيميلاس والانفيرور جيميلاس، ودول بسميهم العضلات الملزجه، دول ملزجين في الاوبتريتور انترنس. هنعرفوا ليه. بالنسبه للاوريجين بتاعه السوبيرور جيميلاس هي جايه منين؟ هي جايه من الاسكيال سباين، الاسكيال سباين، وموجوده فوق الاوبتريتور انترنس. يعني ادي الاوبتريتور انترنس ماسل، وادي السوبيرو جيميلاس، وادي الانفيرو جيميلاس. هي جايه من هنا، جايه من الاسكيال سباين. رايحه فين؟ طيب عشان انا قلت لك ان هم ملزجين. طب ملزجين ازاي؟ ده هم رايحين على التندون بتاع الاوبتريتور انترنس. ولو رجعنا للرسمه فوق هتلاقيهم هم بيمشوا مع التندون بتاع الاوبتريتور انترنس عشان يعملوا انسيرشن في الابر، عشان يعملوا انسيرشن في الابر بارت اوف ذا جريتر تروكانتر. شايف دي مين؟ دي الاوبرتيتور انترنس بالتندون بتاعها، ده يدخل فيه وده يدخل فيه، كلهم بيعملوا انسيرشن في الابر بارت اوف ذا جريتر تروكانتر. عشان كده قلت لك ان هي ملزقه، يبقى مع التندون بتاع الاوبتريتور انترنس ابر بوردر اوف ذا جريتر تروكانتر. وطالعه منين؟ طالعه من السباين اوف ذا اسكيم او الاسكيال سباين. النيرف سبلاي مش هي ملزقه، يبقى هتاخد من النيرف سبلاي للعضله اللي موجوده تحتيها اللي هي نيرف 2 اوبتريتور انترنس. يبقى هي السوبيرو جيميلاس تاخد من اللي موجوده تحتيها اللي هي الاوبتريتور نيرف، الاوبتريتور انترنس. واحنا قلنا الاوبتريتور انترنس بتاخد عن طريق النيرف 2 اوبتريتور انترنس طالع من الساكرال بليكسس. طب الموفمنت بتاعتها سهله، لاترال روتيشن. انا قلت لك كلهم لاترال روتيتور، يبقى هتعمل لاترال روتيشن. بعد كده عندك الانفيرور جيميلاس. الانفيرور جيميلاس بدايتها منين؟ بدايتها من الابر مارجن بتاعت الاسكيال تيوبروسيتي. يبقى واحده بدايتها من السباين اوف ذا اسكيم، وواحده بدايتها من الاسكيال تيوبروسيتي. تحفظهم ازاي؟ السوبيرور جيميلاس سوبيرور سباين، سوبيرور سباين. الانفيرور جيميلاس اسكيال تيوبروسيتي. الانسيرشن نفس الانسيرشن، هما ملزقين في الاوبتريتور انترنس، يبقى هتروح تعمل انسيرشن مع التندون بتاع الاوبتريتور انترنس في الابر بوردر اوف ذا جريتر تروكانتر. بعد كده النيرف سبلاي هي ملزقه، بس ملزقه في اللي تحتيها. يعني السوبيرو جيميلاس خدت من اللي تحتيها اللي هو مين؟ اللي هي الاوبتريتور انترنس، خدت نيرف تو اوبتريتور انترنس. الانفيرو جيميلاس هتتلزق في اللي تحتيها. بقى مين اللي تحتيها؟ اللي تحتيها هي الكوادريتس فيمورس، فتاخد نيرف تو كوادريتس فيمورس. ببساطة كده هما ملزقين، العضلتين دول ملزقين، رايحين نفس الانسيرشن بتاع الاوبتريتور انترنس. وفي السوبيرو جيميلاس بتاخد من النيرف او من النيرف اللي بيغذي العضله التحتيه اللي هي نيرف تو اوبتريتور انترنس، والانفيرو جيميلاس بتاخد من النيرف اللي يغذي العضله التحتيها اللي هو نيرف تو كوادريتس فيمورس. اخر عضله معانا في الجزء ده هي الكوادريتس فيمورس، من اسمها كوادريتس يعني عضله مربعه. الاوريجين بتاعها منين؟ انت طالعه من الاسكيال تيوبروسيتي، ولكن خلي بالك اللاترال بارت اوف ذا اسكيال تيوبروسيتي، اللاترال بوردر اوف ذا اسكيال تيوب، لان احنا خدنا فوق الانفيرو جيميلاس طالعه من الابر بوردر اوف ذا اسكيال تيوبروسيتي. يبقى الكوادريتاس فيمورس الاسكيال تيوبروسيتي ليها تجميعه، بس لما نخش شويه في الجزء بتاع المصل ده هجمعها لك في اللاترال بوردر بتاعه الاسكيال تيوبروسيتي. طب الانسيرشن فين؟ الانسيرشن هنا هيبعد عن الجزء بتاع الجريتر تروكانتر، ونروح الحته شرحناها في الفيمر. قلت لك انا بين الجريتر تروكانتر والليسر تروكانتر من قدام حاجه اسمها انتر تروكانتريك لاين. طب لو من ورا حاجه اسمها انتر تروكانتريك كريست. ولقينا ان على الكريست ده فيه تيوبريكل اسمه الكوادريت تيوبريكل. من اسمه الكوادريت تيوبريكل هيعمل الانسيرشن بتاع الكوادريتس فيمورس. يبقى الكوادريت تيوبريكل اوف انتر تروكانتريك كريست. والنيرف سبلاي بتاخد من اسمها نيرف تو كوادريتاس فيمورس اللي هي كانت بتتلزق فيها الانفيرو جيميلاس، وتاخد من نفس النيرف. والاكشن ثابت lateral rotation of the thigh at hip joint. يعني هي التجميع اللي كانت في الاول جزء من lateral rotator كلهم عرفنا ان هم lateral rotation. بعد كده خدنا الجلوتيوس ماكسيمس، ده بالنسبه للاكشن يعني التجميع بتاعت الاكشن كلهم lateral rotator اللي احنا اتكلمنا عليهم، اللي هو البايروفورمس والسوبيرو جيميلاس الانفيرو جيميلاس كلهم ثبت ان هم lateral rotator. خدنا الجلوتيوس ماكسيمس، قلنا اهم حاجه تعرف الجزء ان هي ده المين اكستنسور، ده الاكستنسور الاساسي في الهيب جوينت. بعد كده خدنا الميدياس والمينيماس، قلنا دول بتعملوا حركتين، بيعملوا ابدكشن وميديال روتيشن، والجزء بتاع الاستابلايزيشن اثناء الووكينج، عشان لو حصل فيه مشكله هتحصل حاجه اسمها بوزيتيف تريندلبرج ساين. هتلاقي الشخص وهو ماشي بيوقع على الناحيه
الانسبورتد، يعني الناحيه اللي رافع عليها رجله، لان الناحيه التانية العضلات حصل لها باراليسيس فمش قادر يثبتهم. اخر حاجه بس التجميع بتاعه النيرف سبلاي. بشكل عام كده العشرة مثل اللي احنا اتكلمنا عليهم هنقولوا ان كلهم بياخدوا من الساكرال بليكسس. البليكسس او النيرون اللي طالع من الساكرال كلهم بياخدوا من الساكرال بليكسس ما عدا واحده بس احنا ما اتكلمناش عليها في المحاضره دي، اللي هي الاوبتريتور اكسترنس. بس عارفها يعني كلهم بياخدوا من الساكرال بليكسس. يعني لما اقول لك مثلا النيرف 2 اوبتريتور انترنس مكانه منين او جاي منين؟ جاي من الساكرال بليكسس. طب النيرف 2 كوادريتاس فيمورس جاي من الساكرال بليكسس. طب السوبيرو جلوتيال نيرف والانفيرو جلوتيال نيرف طالعين منين؟ طالعين من الساكرال بليكسس. يبقى كلهم بياخدوا من الساكرال بليكسس ما عدا الاوبتريتور اكسترنس، العضله دي احنا ما اتكلمناش عليها اصلا. دي بتاخد من اللمبر، بتاخد من نيرف هنتكلم عليه اسمه الاوبتريتور نيرف، ده طالع اصلا من اللمبر بليكسس. بالنسبه لتجميع النيرف سبلاي اللي احنا اتكلمنا عليها، انا قلت لك اول حاجه الجلوتيوس ماكسيمس، ده عضله كبيره فهتاخد النيرف سبلاي ليها لوحديها اللي هو الانفيرور جلوتيال نيرف. وفي ثلاثه بياخدوا من السوبيرو جلوتيال نيرف اللي هم الجلوتيوس ميدياس والجلوتيوس مينيماس، وعندك زي ما خدنا التنسور فاشيالات، الثلاثه دول في السوبيرو جلوتيال نيرف. البايريفورم دي طالعه اصلا من السكرال. الانتيرو سيرفيس بتاع السكرم اللي هم اس 3 اس 2 اس 3 اس 4. يبقى هتاخد النيرف سبلاي بتاعها اس 1 اس 2، نيرف اس 1 اس 2 بالنسبه للبايريفورمس. بعد كده عندك السوبيرو جيميلاس، قلت لك هي ملزقه في مين؟ ملزقه في اللي تحتيها الاوبتريتور انترنس، يبقى تاخد من نيرف 2 اوبتريتور انترنس. عندك الانفيرو جيميلاس ملزقه في اللي تحتيها اللي هي مين؟ اللي هي الكوادريتاس فيمورس، يبقى هي والكوادريتاس فيمورس بياخدوا نيرف 2 كوادريتاس فيمورس. دي كده التجميع بتاعت النيرفات، مهمه جدا وتسهل لك الدنيا دي. جمعنا الاكشن وجمعنا النيرفات وجمعنا كمان اجزاء من الانسيرشن، ناقص بس تحفظ الاوريجن والانسيرشن كويس هتلاقي الجزء ده اتلم معاك. اخر حاجه هنشوفهم اللي هم اللاترال روتيتور ماسل. قلنا دي مين؟ دي البايريفورم، وزي ما انت شايف هي معديه في الجريتر. نشوف معديه في الجريتر سياتيك، الجريتر سياتيك نوتش، وراح تمسك في الجريتر تروكانتر. انهي جزء بيه؟ الابر بوردر بتاع الجريتر تروكانتر او التيب اوف ذا ابر بوردر اوف ذا جريتر تروكانتر. ايه الاكشن بتاعتهم؟ هم كلهم اصلا كانوا بيعملوا لاترال روتيشن، وكمان بتساعدهم الجلوتيوس ماكسيمس في الحركه بتاعه اللاترال روتيشن. ادي اللاترال روتيشن، دي اللاترال روتيشن. نشيل الجلوتيوس ماكسيمس عشان نشوف العضلات دي، هي بتساعد معاهم الجلوتيوس ماكسيمس. لو جيت بصيت من ورا هتظهر معاك الروتيتور ماسل، هتلاقي ادي البايريفورمس، ادي السوبيرو جيميلاس، ادي الاوبتريتور انترنس، ادي الانفيرو جيميلاس، وادي الكوادريتس فيمورس. كلهم هيعملوا ايه؟ كلهم هيعملوا لك اللاترال روتيشن. ادي اللاترال روتيشن اوريها لك كده من قدام. ادي اللاترال روتيشن اللي بيحصل على المستوى بتاع الهيب جوينت. ده اللاترال روتيشن. العضلة اللي بعد كده معايا هي الاوبتريتور انترنس. شوف البداية والنهاية بتاعتها بادئة منين؟ بادئة زي ما قلنا من الاوبتريتور ممبرين، ده الاوبتريتور فورامين والاوبتريتور ممبرين والبون اللي موجود حواليه في البلفس بارت او الناحية اللي ناحية البلفس او الانر سيرفيس، عشان كده قلنا عليها انترنس. وبعد كده تعدي فين؟ تعدي في الجزء ده اللي هو الليسر سياتيك نوتش. الجريتر سياتيك نوتش كانت تعدي فيها البايرفورم، دي هتعدي فيها الاوبتريتور انترنس، ورايحة تعمل انسيرشن في الميديال سيرفيس، ميديال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر او بتاع الابر بارت اوف ذا جريتر تروكانتر، الميديال سيرفيس اوف ذا ابر بارت اوف ذا جريتر تروكانتر. مين هيتلزق فيها؟ هيتلزق فيها الاتنين دول، السوبيرو جيميلاس والانفيرو جيميلاس، عشان يروحوا بنفس الانسيرشن معاهم. دي كده السوبيرو جيميلاس رايحه الانسيرشن بتاعها فين؟ نفس الحته، رايحه تعمل انسيرشن في التندون بتاع الاوبتريتور انترنس، وكمان في الابر بارت اوف ذا جريتر تروكانتر، في الميديال سيرفيس اوف ذا ابر بارت اوف ذا جريتر تروكانتر. طب بدايتها منين؟ احنا قلنا البدايه بتاعة السوبيرو جيميلاس أولها اس، يبقى هتطلع من السباين اوف ذا اسكيام. أما الانفيرو جيميلاس لا، دي ما طلعش من السباين، دي طالع من الاسكيال تيوبروسيتي. ادي الانفيرو جيميلاس طالع من الاسكيال تيوبروسيتي. الاسكيال تيوبروسيتي دي تقسيمة بقى هنتكلم عليها بعدين. يبقى دي الانفيرو جيميلاس. آخر حاجة معاك اللي هي الكوادريتاس فيموريس. الكوادريتاس فيموريس طالع منين ورايحة فين؟ طالع برضو من التيوبروسيتي اللي هو الاسكيال تيوبروسيتي، ورايحة
على التيوبريكل اللي موجود من ورا على الانتر تروكانتريك كريست، كان عليه تيوبريكل اسمه كوادريت تيوبريكل، هتمسك فيه الكوادريتس فيمورس وتعمل برضو اللاترال روتيشن زي ما شفناها.